رحت اشتري علبه السجاير دي النهارده، قالوا لي ب 100 جنيه. مش عايزها. كل يوم بسال نفسي نفس السؤال، ليه لما بروح السوبر ماركت اللي جنبي بجيب الحاجه بسعر، ولو رحت مكان تاني بلاقيها بسعر مختلف خالص، مع ان هي نفس الحاجه؟ يعني مثلا ازازه الميه ام 6 جنيه الصغيره دي، ليه لما اروح اجيبها من مكان تاني الاقيها ب 10 وب 12 وممكن توصل 30 و40؟ ده لان احنا ما عندناش اي رقابه على السلع او اي نوع من انواع مراقبه الاسعار في الاسواق. اعمل لك بقى شويه شاي في الخمسينه وتعالى ندردش مع بعض في الموضوع ده. حد شاف فيلم اللعب مع الكبار بتاع حسن بهنسي بهلول؟ أنا حسن بهنسي بهلول. الراجل اللي كان بيحلم ده. حسن بهنسي بهلول ده كان ليه سابقه في الفيلم. ايه هي السابقه؟ قضيه تسعير. اللي حصل بقى ان واحد لابس ملكي عادي خالص دخل محل الحلاقه بتاعه، وهو ما كانش معلق على الحيطه قائمه الاسعار. هوب، طلع الراجل ده مباحث تموين وعمل له قضيه، لان زمان اللي ما كانش بيحط قائمه الاسعار على باب المحل وكانوا بيسموها الليسته كانت بتتعمل له قضيه وممكن يدخلك السجن. طبعا مع الانفتاح زهزهنا وانفتحنا واتلغى بقى موضوع التسعيره واقتصادنا بقى حر، لكن برضه قياداتنا زي ما احنا عارفين همها الاول والاخير المواطن، فحطت بعض الضوابط تظبط بيها موضوع التسعير عشان الحكايه ما تتفتحش مننا وما نعرفش نلمها. وكمان فرضت على بعض الشركات وخصوصا شركات تصنيع المنتجات الغذائيه انها تحط السعر على المنتج عشان المستهلك العادي يعرف سعر الحاجه قبل ما يشتريها وما يضحكش عليه. طب مين المسؤول بقى عن ضبط الاسعار وحمايه السوق؟ وزاره التموين مع جهاز حماية المستهلك. الاتنين مع بعض دورهم ان هم يراقبوا كل السلع والمنتجات اللي داخله السوق، وكمان يراقبوا سياسة التسعير، وده من خلال التفتيش بشكل دوري. يعني ينزلوا يراقبوا جودة المنتجات وكمان الأسعار في الأسواق علشان الأسعار تكون واحدة في كل مكان. لكن طبعا زي ما كلنا عارفين ده مش بيحصل. ليه بقى؟ عشان المفتشين دول كل اللي بيعملوه يروحوا يقعدوا على مكاتبهم يمضوا ويمشوا، او اللي هينزل منهم طبعا انتوا عارفين بقى ايه اللي بيحصل، بيشرب الشاي وكله بيعدي. فاكرين الشاي بالياسمين اللي اتكلمنا عنه قبل كده؟ هو نفس الكلام بالظبط. عشان كده بنلاقي كل مكان بيسعر على مزاجه. هو مين يعني هيراجع ورانا؟ الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ لا. فاكرين أزمة السكر لما تجار السكر خزنوا كل السكر اللي يقدروا عليه عشان لما يقل المخزون في السوق يزيد الطلب عليه، وهوب نغلي السعر ويبتدوا بقى يطلعوا من الكميات اللي عندهم بمزاجهم. فالمحلات القطاعي كانت بتاخد كيلو السكر منهم ب40 وب45 وساعات ب50. طب هيوصل لنا بكام؟ فكنت تلاقي المحلات تبيع ب60 وب70 وبأي سعر تخيلناه، ما هم برضو عايزين يكسبوا. طب دي أزمة قديمة شوية والحمد لله الدولة قدرت تقضي عليها. تعال بقى أكلمك في أزمة لسه حاصلة امبارح. أنا راجل مدخن للأسف، بشرب نوع سجاير سعره المفروض الدولة مسعراه امبارح 89 جنيه. نزلت اشتريه من السوبر ماركت اللي جنبي، قال لي ب 100 جنيه. رحت اشتريته انا من البنزينه ب 89. ايه الفرق اللي حصل بين البنزينه والسوبر ماركت وصل علبه سجاير من 89 ل 100 جنيه؟ عشان ما اطولش عليكم، اهم سؤال وحقيقي لازم كل واحد بيحب بلدنا يسأله لنفسه، هو مش كل اللي بيحصل ده بيأثر على اقتصاد بلدنا وبيزود من حجم التضخم؟ وطبعا ده هيخلي المستثمرين الأجانب يخافوا يستثمروا في بلدنا، وده من اللي بيشوفوه في السوق المصري لأنهم ببساطة هيعتبروه سوق مش آمن. وعشان كده لازم يكون في تدخل من الجهات المسؤولة، بس مش الدولة وحدها اللي مسؤولة، انت كمان مسؤول. يعني ببساطة لو نزلت السوبر ماركت تشتري منتج انت بتشتريه وعارف سعره ولقيت التاجر بيديهولك بسعر تاني، ساعتها اقف في مكانك واتصل على طول ب 19588، وده رقم جهاز حماية المستهلك. وحتى لو السوبر ماركت حاول يعمل معاك مشكلة اتصل بشرطة النجدة وهتجيلك فورا. اوعى تتحرك لغاية ما الجهات المسؤولة توصل لك علشان تعرف تجيب لك حقك. وعلى فكرة أنا هنا مش غرضي إن ننتقد والسلام زي ما الجماعة إياهم بيعملوا، إنما هدفي إن الأفراد ومؤسسات الدولة يساعدوا بعض علشان بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا. وده مش هيحصل غير لما نحس إننا كلنا في مركب واحدة، وإننا كشعب مع الدولة عايزين نخلي علم مصر عالي في السماء. والسلام عليكم.